عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كلشي هاني؟ فيديو جديد ونهار جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب. غادي نشارك معكم البنات اليوم الفيديو ديال التقضيه ديال شهر 7. كيدوزوا العيد، كيدازوا الاجواء ديال العيد مع العائله مع الحباب. بطبيعه الحال راه ما كاينش شي عيد الا ما كانش العائله. الله يحفظهم لينا ويحفظ لكم عائلتكم بطبيعه الحال. اسمحوا لي البنات، تعطلت عليكم على الفيديو ديال التقضيه بحكم انني كنت مسافره. الله رجعت لداري تقريبا 2 جوغ دابا باش رجعت لداري. قلت علاش لا ما نشاركش معكم التقضيه ديالتي اللي منها اللي فيها الحوايج ديال السطوك، فيها الحوايج ديال اللي غندوز بها الشهر. والحمد لله والشكر لله. ما نساوش الظرف ديال اللحوم البنات نستغلوه في ستوك. هذه هي النصيحه اللي جبت لكم البنات في هذا الفيديو، ان داك الظرف ديال اللحوم اللي حنا طبيعه الحال حنا هذا الشهر ما غاديش نتقداو اللحوم. يعني اللي عارفه تصير اليامات ديالها، يعني غتخلي واحد 40 درهم للحوت ولا بحال هكاك، وما باقي غتحاول انها تدخلو في ستوك كيما درت انا البنات. بلا ما نطول معكم الفيديو نمشيو مباشره نشارك معكم شنو تقديت في هذا الشهر البنات. اول حاجه غادي نبدا بها هما الاساسيات. بطبيعه الحال بحال ديما انا كنتقدى الاساسيات، عاد كندوز الكماليات البنات. هاد المره قديت 2 قوالبات ديال السكر. 2 قوالب ديال السكر البنات انا مولفه كنقدا المقرات. قلت علاش لا ما نبدلش مادام اننا في السطوك ديالي تقريبا عندي واحد الكميه لا باس بها من المقرات، يعني بحال هكا ديال لي مورسو اللي انا كنستعملهم في الشاي. قلت علاش لا ما ناخذش هادو حتى هما نديرهم في السطوك. يعني كلشي كيجيبو الله، ممكن نبغي نصايب عسيله، ممكن نبغي نمشي عند شي واحد. يعني انا درت اللي غادي يسلكني. مفهومه البنات؟ خديت جوج ثمن ديال 12 درهم ونص البنات. خديت جوج، بسم الله على بركه الله. خديت البنات، خديت 2 باكيات ديال اتاي. هاد المره بدلت النوعيه البنات، خديت هذا. الاغلبيه ديال التقديه ديالتي البنات خديتها من بيم ومن اتقدم. الهري ما مشيتش ليها البنات. هذا البارود البنات خديت جوج 16 درهم الوحده. خديت جوج البنات. خديت الزيت، خديت البنات غير اطرو ديال الزيت. المائده علاش البنات؟ حيت باقي عندي هنايا. اول حاجه ما تقديتش بكري، هذاك الشيء تقديت واحد لتر. ما تقديتش بكري. اليوم 10 في الشهر، وانا كنصور معكم اليوم الفيديو 10 في الشهر، وباقي عندي الكميه ديال الزيت. مع هذه غادي نكمل بها هاد 20 يوم اللي بقات ليا في الشهر البنات. مفهوم؟ وكل واحد حر في التقديه ديالو. هذا خديته ب 21 درهم البنات. هذا 21 درهم. خديت هاد مطيشه الحك ديال داليا. شحال هادي ما خديت مطيشه الحك البنات بصراحه. باقي عندي في السوق ديالي، ولكن ملي كيبان ليا السوق ديالي بدا كيخوى من واحد الحاجه كنحاول انني ناخذها. يعني ما نعيقش عليها البنات. مفهوم؟ يعني هذه غادي نحطها في السوق. هذه دايره 22 درهم، 23 درهم اللي دايره البنات، 23 درهم. نسيت ما جبتش معايا الوراق، غادي نمشي نجيبو ونرجع معكم. ها هو الظرف ديال الهري، كنخليه فيه الوراق باش كنتقدى البنات. هذه دايره 23 درهم البنات. مطيشه الحك دايره 23 درهم. باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نثبت معكم التقديه ديال البيم. عاد ندوز لاتقداو. من اتقداو هاد لا مارك راه ما بقاتش بزاف، راه تقريبا كندور 3 ديال لي بيم 4 ديال لي بيم. عاد كنلقى هذه البنات دايره 13 درهم ونص، 270 ريال. زوينه كترغوي بالنسبه للناس اللي كيصبنوا بيديهم والماكينه العاديه بطبيعه الحال. اما الاوتوماتيك راكم عارفين اش تاخذوا ا بي سي ولا بيل، راه حتى هما زوينين وغاليين على التعريف الناس. هذه انا كتدير لي تقريبا شهر وباقي عندي في الستوك ديالي. يعني كما قلت لكم واخا الحاجه كتكون عندي في الستوك كنحاول ناخذها باش ما تخواش عندي، باش ما يخوش عندي الستوك ديالي. خديت من بيم، خديت هاد صاني كروه. خديت جوج. راكم عارفين دابا الصيف كنبغيو ريحه النقا، وريحه النقا راه ما كاين محسن منها. خديت جوج دايرين 8 دراهم ونص الواحد. خديت جوج. شنو خديت عاوتاني من بيم؟ خديت بابي كويسون البنات 8 متر، خديته ب 13 درهم ونص. شحال هادي ما خديتوها البنات صراحه، ما بقاش عندي في ستوك. يعني خديت غير هذا الشهر البنات. هذا داير
13 درهم ونص. من بيم خديت 1 لتر ديال الحليب. كما غتلاحظوا معايا ما بقيتش كناخذ الحليب بزاف، عندي نيدو، ويعني حتى ولدي ما بقيتش كنعطيه الحليب. يعني بزاف ديال الاخوات نصحوني قالوا لي ما تبقاش تعطي الحليب لولدك بزاف، يعني نقصت لا كونتيتي ديالو، وليت كناخذ لتر بعد مرات جوج. يعني لا ملي كيخصني كناخذ، يعني ما كنحاول انني ما نبقاش نكثر ليه من الحليب. واتاي البنات راه حيدتو ليه بصفه عامه. هذا 9 دراهم و80. من بين خديت دانون. هذا البنات خديت دانون طبيعي، هو اللي باقي داير 2 دراهم. وخديت 2 دراهم جوج ديال الكوك. وخديت 2 ديال الفاني راه استعملتهم في واحد الكيكه البنات، بقاو عندي 4 هنايا. غادي نردهم من الثلاجه، سمحوا لي. من بما البنات مولفه هذا كناخذو من اتقدا، ونسيت ما خديتوش. في اتقدا داير 21 درهم، وفي بيم داير 23 درهم البنات. هو اللي كناخذ كيدي ليا الشهر وكيفوتني البنات. يعني هذا انا كافيني الشهر. هذا 23 درهم البنات. شنو اخر عاوتاني خديت الجفاف حاشاكم. كل مره كناخذ واحد وكنرميه بحال هكا في ستوك، باقي عندي يعني باقي عندي اللي كنستعمل. كل مره كناخذ واحد. هذا داير 7 دراهم ونص، زوين لا مارك ديالو راه زوينه يا البنات. شنو اخر عاوتاني خديت من العروض ديال بيم ديال هاد الشهر البنات. هذا فيه 2 كيلو، البنات غزال. هذا تقريبا راه يدي لي حتى 3 شهور، الا تكيست عليه راه يدي لي البنات حتى 3 شهور. هذا سمحوا لي البنات قطعت معكم ورجعت. كما قلت لكم البنات، هذا راه لا مارك ديالو غنيه على التعريف، زوين بحال اوني بحال ماجيكس، زوينين. الا تكيستي ليه البنات راكم عارفين الطريقه ديال الاستعمال ديالو. يعني غتزيدي عليه الماء وغتزيدي معاه شويه ديال الجافيل وغيدي لك مده طويله. هذا يدي لي حتى 3 شهور 4 شهور البنات. هذا غادي نحطو في ستوك. مازال عندي اللي كنستعمل في لاكويزين ديالي اللي غيدي ليا هاد 20 يوم اللي بقات ان شاء الله باذن الله. يعني هذا غادي ندوزو الستوك. هذا داير 20 درهم البنات. هذا 20 درهم. من بيم خديت السنيده البنات. كما كتلاحظوا السكر البنات خديت 2 قوالب 2 قوالب. يعني واحد غادي نخدم به ولا غادي ندوز يعني غادي نحطهم في ستوك. غادي ناخذ اللي عندي في ستوك، ديما حطوا الجديد وهزوا القديم. السنيده حتى هي البنات هنا خديت 2، يعني وحده غادي ندوز بها الشهر، وحده غادي ندوزها للستوك. وحده تقريبا غادي ليا شهر وكثر البنات. انا ديما كنحاول ناخذ الحاجه اللي غندوز بها الشهر، والحاجه اللي غتدي ليا رمضان عفوا، اللي غتدي ليا الستوك البنات. الفوم هنا خديت 4 كيلو. من بيم هذه البنات مولفه كناخذها من بيم، ما لقيتهاش مولفه كناخذ 92 قطعه. من بيم كناخذها ب 63 درهم. ما لقيتهاش وعجبتني هاد لا مارك، عجبتني ارتحيت ليها. واخا هي ماشي شي مارك واو، ولكن انا ارتحيت ليها، عجبت ولدي وخديتها. مشيت خديتها يا البنات، خديتها من كارفور. دايره 40 درهم البنات، ما عرفت واش كتبان لكم. دايره 40 درهم، 64 قطعه. 64 قطعه. اما في البلايص الاخرى راه غاليه البنات. 64 قطعه راه كافيين، انا غادي ليا الشهر. خديت من بيم. عارفين دابا الصيف كنبغيو نصايبوا لي كريم، كنبغيو نديرو مسيمنات، يعني كنبغيو نوعوا الزيت. دابا ما كتكلش البنات للامانه. الزيت في الصيف ما كنبقاوش نقربوا ليها، يعني قليل فاش كناكلوها غير في الصباح بحال هكا. يعني كنبغيو بحال الحوايج. هنايا هذه الشوكولا البنات انا ارتحيت ليها، زوينه ورخيصه ومناسبه في الثمن. يعني كيجيني المذاق ديالها بحال نوتيلا البنات. هذه دايره 25 درهم 500 غرام. شنو خديت اخر من بيم؟ تصور البنات مني مشيت للحانوت ما لقيتش شي حاجه سميتها كوكا. الله يعفو علينا، انا ما كنشريهاش للامانه. يعني كناخذها بحال هكا غير في المناسبات ديال العيد. يعني اللحم ضروري كتبغي دوزي بشي حاجه، وحنا كندوزو بكوكا يا البنات. هذه دايره 8 دراهم ونص البنات. 8 دراهم ونص. خديت 2 من بيم حيت نديرهم في الثلاجه ديالتي، فين ما احتاجيتهم غادي نلقاوهم باردين.
خرجت الحوانت، خرجت الهري، ما لقيتش شي حاجه سميتها كوكا، وما لقيتش شي حاجه سميتها الهريه هاد اليامات، زعما راه تعطلت في الصفر، ولكن ملي رجعت لقيت كلشي باقي ساد. انا خديت جوج لتر البنات، من بين خديت هادو، قلت علاش لا نجربهم، حنا ما كناكلوش البنات، كنعطيها غير لولدي، قلت علاش ما ناخذش هاد الصغار، فين ما بغا ولدي ياكل ندير له الحيده. درت خديت انا جوج، ومازال عندي البنات في القرعه مازال عندي واحد نص كيلو، يعني خديت غير هادو بجوج دراهم ونص، يعني 5 دراهم البنات. خديت الميكا البلاستيك ديال لابوبيل البنات، اعزكم الله، هذه دايره 11 درهم. بحال هكا نزيدها غير بستوك. خديت هاد القهوه، خديت جوج البنات، خديت هذه البنات، خديت هذه مولفه، انا كناخذها زوينه، ما عندي ما نقول فيها بالنسبه لي راجلها مدمن على القهوه، هذه راه زوينه، هذه اول مره ناخذها، هذه دايره 19 درهم، نقول 20 درهم البنات اللي دايره، وهذه دايره تقريبا 9 دراهم، هذه دايره تقريبا 9 دراهم، ما عمري جربتها، اول مره نجربها، وغادي نردها لكم بطبيعه الحال، الا عجبتني غادي نبقى ناخذها. هذه ما يخص القهوه يا البنات. خديت عاوتاني خديت هذا الخل، باقي عندي في الثلاجه ديالي، ما بقاش عندي في ستوك، خديته باش نديروه في ستوك البنات. هذا داير 6 دراهم ونص تقريبا، شي 6 دراهم ولا 7 دراهم البنات بحال هكاك، سمحوا لي غادي نشوف ونرد عليكم. هذا يا البنات داير 6 دراهم و90 تقريبا 7 دراهم. شنو اخرى خديت عاوتاني من بين، خديت هذا يا البنات ديال الفينو 5 كيلو، كتدي لي حتى شهرين، انا كنصايب بها البنات غير مسمن اللي فاش كنستعمل هذا، يعني انا هذاك كناخذها كتدي لي حتى شهرين. بالنسبه للفورس وبالنسبه للدقيق الكامل خديته الشهر اللي فات البنات، يعني ما غاديش ناخذ هذا الشهر، هذه هي القاعده ديالي، يعني الشهر كيكمل الشهر. واخا دابا راه سخون الحال، ما كنصحكمش انكم تاخذوا الدقيق بكميه كبيره، ولكن لا باس انكم تاخذوا ديال شهرين، يعني ديال شهرين لا باس به، ملي الا درتو الملحه الحيه ودرتو ورق سيدنا موسى ودرتو، يعني درتو هذوك الاحتياطات ديالكم، ويكون في مكان بارد البنات، ما ديروش في مكان سخون باش ما تكونوش لكم دوك الحشرات، مفهوم البنات. المهم هذه خديتها 38 درهم البنات، هذه انا كدير لي شهرين، هذه من بين 38 درهم، 38 درهم. دابا غادي ندوز معكم نشوف قديت من اتقدى وما تقديتش حوايج كثيره، تقديت تقريبا غير جوج حوايج، يعني كنت غير دايزه من تما، قلت علاش لا ما ناخذهمش. خديت هاد السميده شكرتها واحد الاخت في اليوتيوب، قلت علاش لا ما نجربهاش، ديال نور الدار، مولفه كناخذ لي مارك اخرين بحال مزيه بحال نور الدار، ولكن ماشي في هاد الخنشه البنات. هذه دايره 38 درهم، غادي نجربها ولا عجبتني راه غادي نقولها لكم، وغادي نبقى ناخذها بطبيعه الحال. هذه دابا غتدي لي واحد 3 شهور البنات، هاد 5 كيلو ديال السبيده دابا راه نقصات في الثمن، راه مابقاتش 12 درهم 13 درهم كما كانت. المهم الحمد لله والشكر لله اللي نقصوا فيها، راه الحمد لله، راه بطبيعه الحال راه ما كرهناش حنا يرجعوا الاثمنه كما كانوا، ولكن ملي كنشوفوا شي حاجه نقصات راه كنقولوا الحمد لله والشكر لله. هذه دايره 38 درهم 5 كيلو، يعني كطيح لك تقريبا ب10 دراهم، 4 كيلو كطيح لك ب10 دراهم، ولا اخر كيطيح لك بواحد 8 دراهم، يعني ما كاملاش 10 دراهم، مفهومه البنات، يعني الكيلو في المجموع راه ما كاملش 10 دراهم. هذه غدير لي واحد 3 شهور، يعني غادي ننساها يا البنات. شنو اخر الحاجه اللي فرحت بها في هذا الشهر واللي غادي نحطها في السطوك ديالي، هي هذه يا البنات اللي ديما كنشكرها معكم بلاتي، هي هذه شاله، هذا ما يجي اشهار ولا شي حاجه، ولكن كنحماق عليها البنات، شاله طون طريفات زوينين وبنينه يا البنات، يعني احسن من المهاجر، احسن من لي مارك الاخرين، يعني مني ما كنلقاش هذه كناخذ جولي اللي شاركت معكم في لي فيديوهات اللي فايتين البنات. هذه فيها 25 قطعه، 25 بواطه البنات، هذيك غدير لي حتى 3 شهور 4 شهور. اللي غتقولي لي كونسيرفاتور خايبين، هذا انتم عارفين ان الطون هي اكثر حاجه اللي كينصحوا بها يعني يعني الغذائيين الاطباء ديال التغذيه، كيقول لك ان الطون المعلب حسن من الطري، مفهوم البنات، هما عارفين علاش، يعني ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال هذا الشيء.
يعني هاد الطون انا غيدي لي واحد 4 شهور ولا 3 شهور غادي ننسى شي حاجه سميتها طون. هذا خديته تقريبا البنات ب 157 درهم. ها هي البنات، كنتمنى تبان لكم 157 درهم. باش خديتها تقريبا كيطيح لك ب 6 دراهم ونص الحبه. الا خديتيه في الاخر كيطيح لك ب 7 دراهم 300 درهم الحبه البنات. وكاينين اللي في الهريان وفي الحوانت البنات اللي كيبيعوها حتى ل 9 دراهم. هذه نيت كيبيعوها ب 9 دراهم. يعني علاش انا ما ناخذهاش ونحطها في السطوك ديالي وننساها يا البنات بطبيعه الحال. والحاجه الاخرى البنات اللي خديتها من الفلوس، المهم هذه عندك هذه وعندك القمح البنات. خديت القمح، خديت 2 عبرات بالقيمه ديال 100 درهم العبره. خديتها وحطيتها في السطوك ديالي. يعني كيما ملي قلت لكم حاولوا انكم ما تاخذوش واحد الكميه ديال الدقيق كبيره، ما قلت لكمش انكم تاخذوها صينه. يعني اش بغيت نقول لكم، يعني احسن انكم تاخذوها حبوب. اللي عندها لي سباس تحاول انها تاخذ دابا القمح حبوب والزرع اللي كتستعمل الزرع بطبيعه الحال. انا الزرع راه وصيت عليه واحد السيده، الا جابتو ليا راه غادي نشاركو معكم. يعني الفلوس ديال اللحم انا خديت بها حاجه اللي غادي تنفعني، ما غاديش نمشي نخسرها في حاجه اخرى. مفهومه البنات؟ خديت بها القمح وخديت بها هذه القيمه ديال 300 درهم اللي انا مولفه كناخذ بها، بها اللحوم. باقي عندي دجاج، باقي عندي الكفته واللحم. الحمد لله والشكر لله، الله داز العيد. يعني الحوت خليت ليها واحد 40 درهم 50 درهم راه كافيين الشهر. انا باقي ليا 20 يوم. مفهومه البنات؟ هذه هي التقديه ديالي، كنتمنى انها تعجبكم. الحاجه اللي ما كتبان لكمش هنايا البنات راه بطبيعه الحال عندي في السطوك. هذا هو الدور ديال السطوك، يعني كتقداي على راحتك البنات. مفهوم؟ كنتمنى يعجبكم الفيديو، وسمحوا لي الا كنت كنغبر عليكم، حيت انا ملي كنسافر عند دار ناسي ما يمكنش نبقى نصور. مفهومه البنات؟ يعني كيبقى واحد الاحترام بيني وبينهم. يعني انا كنحشم والله باديه في القناه ما نقدرش نصور معاهم البنات. مفهوم؟ هذا هو السبب علاش انا كنغبر على اليوتيوب. والحمد لله والشكر لله، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. وما تنسونيش من الدعم ديالكم، من لايك ديالكم، ونتلاقاو مع فيديو جديد. الى اللقاء.